السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة تحسن به الأخلاق وتيسر به الأرزاق وتدفع به المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة دائمة من الدنيا إلى يوم الطلاق وسترا بين يديك يا عزيزة يا خلاق. صلوا على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا النهاردة إن شاء الله هعمل لكم أحلى دس، يعني عايزة أقول لكم احلى حاجه انا بعملها واخواتي بتحبها واهلي بيحبوها لما اعمل لهم كده برام دس. برام الدس زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نبدا الاول. انا بملى كده ايه، اقل من نص البرام رز، يعني ربع البرام بيتملى رز كده. وهغسله معاكم وشوفوا هنعمل ايه. بس انا عشان هعمل ايه 2 طاجن من البرام، يعني الدس بتاعي. هغسل بقى الرز كله كده مع بعضه وننقعه شويه، وتعالوا شوفوا هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى هبدا اغسل الرز بتاعي علشان خاطر ايه، انزل كل النشويات اللي فيه. انتوا عارفين طبعا الرز المصري ده بيبقى فيه نشا ياما كده، فبتخلص منه خالص. بغسله غسله محتبره كده مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما اخليه ايه، فله شمعه منوره كده. انزل كله. شايفين ان الميه البيضه دي كلها ده نشا بتاعت الرز. هبدا بقى ان انا اغسلها واظبطها خالص، ولو فيها شعيره او اي حاجه من دي. الشعير يا جماعه مطرح الطحين، يعني لما بينطحن الرز وكده بيبقى في مطرحه ايه شعير رز وكده. فايه، فطبعا هو بيبقى متنقي وكل حاجه، بس طبعا بيبقى ايه واحده ولا حاجه، بتبقى مثلا الشايه ولا اي حاجه من دي. فببدا بقى ان انا اغسله مره واثنين وثلاثه كده لغايه ما اخليه ايه فله. شايفين الميه بتاعته بقت رايقه وجميله ازاي. هنا بقى هقشر البطاطس، وهنا كنت بعمل كل حاجه بسرعه قبل ما النور يقطع والميه تقطع. يعني عندي الاتنين بيقطعوا بصراحه. ساعة ما النور بيقطع خلاص المية بتقطع، لان الموتور طبعا ما بيشتغلش. فطبعا قلت كل حاجة كده بالمية اعملها علشان خاطر النور كده ما يقطعش، وتبقوا ايه بصور لكم في الضلمة وتبقوا متضايقين. فقلت بقى ان انا اعمله كده معاكم علشان خاطر النور ما يقطعش. والحمد لله بفضل من ربنا، والله العظيم لازم النور يقطع كل يوم الساعة 3. يعني النهاردة عشان قلت كده، يعني توكلت عليك يا رب، ربنا معايا. سبحان الله والله العظيم النور ما قطعش اليوم ده، وكان غريب يعني. غريب جدا ان النور ما يقطعش في اليوم ده، وكمان كنت بصبر. فسبحان الله، يعني كانت كل حاجة كده سلسة وجميلة. وبجد بجد الواحد لما بيعمل حاجة وهو بيبقى متوكل على الله، فربنا يعني بيسترها معاه كده. هنا بقى مطلعه لي وعيالي حتتين فراخ كده، لان انا مش هنعمله فراخ يعني. هعمل بقى حاجه تانية خالص غير الفراخ. بطه يا جماعه. جوزي كده جاب لي بطه من على السطح، مسكتها قال لي انا هنضفها لك. بصوا الحله دي محدش يتكلم عليها. الحله دي بعملها لتنظيف الفراخ، او اسخن ميه فيها او اي حاجه من دي، ما بطبخش فيها خالص. تمام. كنت حاطه لها بقى محلول ملح المحلول بتاعها. كنت حاطه خل ودقيق، خل ودقيق وكام ليمونه كده عصراها عليها. عايزه اقول لكم بتخلي اللحمه بيضه وزي الفل. تبقى فله كده شمعه منوره زي ما انتم شايفين، بتبقى نضيفه خالص. انا كنت حطاها فيها من اول ما جوزي ذبح البطه يعني. بصراحه قعدت حوالي ساعتين او 3 ساعات، لاني كنت بصبن وكده، وكنت بقول مش هلحق وكده. الحمد لله ربنا ستر يعني ولحقت، وكنا العصر والله. وحسبت لكم كمان تسويتها خدت قد ايه معايا. مخدتش معايا وقت ولا اي حاجه، بس هحسب لكم كل حاجه ونتكلموا على كل حاجه باذن الله احنا بنعملوها مع بعض. هاخد بقى الكميه اللي احنا محتاجينها، لان اولادي ما بتاكلش البط، وجزء بياكل وجزء لا. فهاخد بقى الكميه اللي انا محتاجاها، والباقي كده هشيله في كيسه كده ان شاء الله باذن الله نعملها برضو مع بعض. يلا كل سنه وانتم طيبين على دخول رمضان. احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله بنحضره كده لشهر الخير. ربنا يا رب يمن علينا باليمن والبركات، اللهم امين. ويجعلنا كده ايه من الناس اللي ربنا تقبلهم عنده في شهر رمضان. هنا بقى هشيل بقى الكيس بتاعي الحلو ده. وهنا كمان الصدر ده هعمل بيه ايه قصه وحكايه كده، بس انا خايفه اقول لكم اللي عيالي تسمع. بس هقول لكم برضه، انا ما بخبيش عليكم حاجه، كل حاجه هنعملها مع بعض. بس والنبي ما تقولوا لعيالي علشان خاطر خايفه يعرف. بس انا كل حاجه عملتها في الفيديو بحب ان انا اعرفها لكم، علشان خاطر نبقى ما بيننا وما بين بعض مصداقيه في كل حاجه بنعملها مع بعض. معايا كده بصلايه حجمها كده متوسط، اقطعها كده ايه حلقات. ومعايا بقى دقه من الثوم والفلفل والخل وحبه فلفل، وهنحط حبه ملح. وهنمرط بقى الايه البصلايه دي كده، خليها تشرب من التتبيله اللي احنا عاملينها دي. هحط بس عليها حبه ميه كده علشان خاطر ايدي حرقتني، لان الفلفل فيه نار يعني حراق.
وهقطع بقى البطاطس بتاعتي حلقات. وكنت ناسيه ان انا معايا هنا ايه اجنحه والكبده والحاجات دي، بحب ان انا احطها فيها عشان تطعم الايه الصينيه. الدماغ اللي انتوا شايفينها بتاعه البطه دي، عايزه اقول لكم ان احنا لو كنت حطيتها في الصينيه كان هي عيالها تعمل لي طوارئ طوارئ في البيت. علشان خاطر طبعا هما ما يعرفوش ان انا ايه بحط يعني لو حطيت مثلا ايه دماغ البطه واي حاجه من دي مش هيدوقوا الاكل ولا يحط ايدهم فيها يعني. فعشان كده بعمل لهم برام لوحدهم اكل، اللي هو برام المعمور او الدس زي ما انا مسمياه، واحنا بنعمله برام. هنا بقى احط حبه بابريكا وحبه بقى ايه تجفيف الطماطم اللي انا كنت عاملاه ما شاء الله، هبقى انزله لكم باذن الله. وضربت طماطم كده في الخلاط وزودتها كده ميه، وخلاص كده صينيه البطاطس او طاجن البطاطس بتاعي جاهز معايا من كل حاجه. هبدا بقى اركنه على جنب، ويلا تعالوا شوفوا هنعمل ايه. حطيت بس كده على الوش حبه فلفلايه كده عشان يبقى شكلها حلو. هنا بقى الرز بتاعي بحط كده كبشه رز هنا وكبشه رز هنا. ليه بقى بحط بس ارضيه، ما بكترش رز ولا وكده، علشان خاطر هرص كده الايه اللحمه بتاعتي. عايزه اقول لكم البرام ده لازم نعمل له قعر كده، او القعر بتاعه بيبقى متحمر شويه عشان عيالي بتعشق الحاجات دي وبتحبها. هرص كده البرام الصغير ده احط فيه الفراخ علشان خاطر ايه بناتي، والبرام التاني ده هرص فيه البطه بتاعتي علشان خاطر ايه هما ما بيضوقوش اي حاجه من دي. هنا بقى حطيت الدماغ وكل حاجه كل حاجه كده حطيتها في البرام علشان خاطر ده لوحده وده لوحده. هبدا بقى احط كده على الوش بتاعه حبه فلفل اسود وحبه بهارات فراخ، وخلاص كده مش هحط اكتر من كده. حطيت بس حبه كاري علشان بحب ان لونه يكون اصفر وجميل كده يعني. وبعد كده بحط عليه على طول الايه الرز بتاعي. طبعا الرز بتاعي ما بيبقى منقوع قبلها بنص ساعه ولا ساعه، علشان خاطر الرز بتاعي لما احط الميه كده ما يزيدش زياده عن اللزوم، بيبقى واخد ايه شرب من الرز من الميه شويه، علشان خاطر ما يبقى مستوي يعني، بيبقى مستوي من فوق ومن تحت كده وجميل. حطيت بقى الملح بتاعي، واحط بقى الماده الدهنيه اللي انت حباها. انا كنت عامله كده، كنت عامله سمنه ضفتها عليها كده، وحطيت زبده وحطيت سمنه فلاحي وخلاص كده. احط بقى اللبن بتاعي كان مغلي كده على النار، ورحت بقى مفضيه عليها على طول. دي احلى طريقه لطاجن المعمور او برام الدس زي ما احنا بنقول في بلدنا يعني. هنا بقى هولع الفرن بتاعي. شايفين انا وريت لكم الايه الفرن في الاول بيبقى عالي، وبعد كده بوطي خالص ياخد ويدي كده مع نفسه لغايه ما اللحمه بتاعتي تستوي تبقى زي الفل. خلاص كده هقفل على الفرن. وتعالوا شوفوا نص صدر البط هنعمل بيه ايه. هنعمل بيه احلى شاورما. همسكه كده هفصصه خالص واطلعه من العظم بتاعه. انا مش محتاجه طبعا العظم ده ولا اي حاجه. هبدا بقى كده ان انا افصصه كده واطلع اللحم بتاعه، ما خليش فيه حته لحمايه يعني. بصوا بقى يعني هطلع كده القديم والجديد يعني. بصوا هفضل اقطع فيه لغايه ما افصصه خالص، مش هخلي غير عظمي وبس. وده طبعا هعمله واشيله كده في شهر رمضان باذن الله. هيبقى عندي عيش سوري كده، او ممكن اعمله في عيش بلدي عادي مفيش مشكله خالص. ممكن تعمليه كمان على السحور لو العيال طلبت يعني، او الدماغ طلبت للاولاد. بتبقى الحاجه جاهزه وجميله معاكي كده، ويبقى التلاجة بتاعتك مليانه بالخير. هنا بقى همسك بقى اللحمه بتاعتي، هطلع بقى اي جلد او اي حاجات زوايد كده هطلعها علشان خاطر العيال ما تقرفش او تحس باي حاجه، او تحس ان دي يعني لحمه فراخ بط ولا اي حاجه من دي. هبدا بقى ان انا اقطعها قطع صغيره كده، علشان خاطر تبقى تستوي معايا يعني بسرعه وكده. واحمل لها كمان التتبيله بتاعتها، وهتبقى جاهزه معايا. وتتحط طبعا في كيس محكم كده، تحطها في الفريزر من ما تحب تطلعيها بتبقى سهله وجميله وما شاء الله عليها بتبقى حلوه خالص. بعد ما خلاص قطعتها كده احطها بقى في بوله كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم كل ده والبطه بتستوي وكل حاجه كده كانت جاهزه وجميله الحمد لله. معايا بقى بصلتين كده متوسطين اقطعهم كده حلقات، واحطها على التتبيله دي. لو انت مش عايزه تحطي بصل وتحطي ميه بصل بس مفيش مشكله. هنا بقى بعت ابني جاب لي زبديه كده وكل حاجه كانت جاهزه وما شاء الله. هحط بقى البصل كده يعني هفتحه كده بايديا او ادعكه كده بايدي علشان خاطر يفكفك كده من نفسه. تمام. هبدأ بقى ان انا احط عليه 2 من الفلفل كده. هو كان حراق يعني بصراحة، حطيت 3 تقريبا. قطعته كده حلقات بس طلع نار مولع كده مشطشط يعني. ربنا يستر كده والعيال بتاكل، علشان كمان هنبقوا في شهر الخير بإذن الله، فمش عارفة بقى هيبقى مناسب ولا لا. هنا بقى اقطعه كده قطع صغيرة، واجيب الزبدية بتاعتي افضها عليه كده،
واحط بقى ايه المكونات بتاعتي. كان عندي هنا حبة لبن كده حطيتهم عليه، حطيت كده حبة بابريكا، حبة فلفل اسود، حبة خل، وحطيت كمان حبة كاري، وقطعت عليه ليمونتين كده عصرتهم. وما شاء الله عايزة اقول لكم احلى تتبيلة بعملها بصراحة. تتبيلة بتبقى جميلة كده ومميزة بالذات بالليمون. يعني انا بصراحة بحب كده ايه اكتر كده الليمون في التتبيلة دي. هنا بقى هعمل تقريبا ليمونتين او 3 ليمونات تقريبا انا كنت حطاهم عليها. بس اصلا انا علشان خاطر عامله الفيديو ده كان كله كده مشقة وتعب وتصبين وده فكنت بصراحة تعبانة مش قادرة. حطيت 3 ليمونات. وهنا بقى الايه وبيبس الرمان حطيته كمان عليها. اقلب بقى تقليبه تمام التمام وخلاص. دي الخلطة بتاعتنا جاهزة. وطبعا حطيت ملح عليها وظبطتها وخليتها زي الفل. هقلب بقى تقليبه كويسه كده. انا كنت هنا نسيت الكاري كنت بحطه. هقلب بقى التقليبه دي. وانا عايزه اقول لكم بالنكهه دي لما تسيبيها وتعمليها كده بصراحه بحطها في الفريزر بتبقى كده ايه واخده من بعضها وبتبقى طعمها جميل كده. معايا كيس بقى من المحكم اللي بيتقفل ده ما شاء الله. هحط بقى كل التتبيله دي كده في الايه في الكيس بتاعي. وخلاص عملت كمان كذا اكله. كيست كيس فيه لحمه منين ما احب اطلعه. وكمان عملت كده كيس شاورما منين ما احب برضو اطلعه للاولاد جاهز وتحت ايدي كده. وما شاء الله ولا قوه الا بالله كل حاجه كده جاهزه وجميله. وادي الشكل بتاعه هو يا جماعه شايفين شكله عامل ازاي. شكله كده يشهي. والالوان بتاعه الفلفل والحاجات دي مخليه شكله حلو كده. وادي ايه الشاورما بتاعتنا خلصت. وكمان طلعت صينيه البطاطس والبرام حاجه كده تشهي جميله وما شاء الله تحفه زي ما انتم شايفين كده. اللحمه مستويه وتمام التمام. خدت معايا ساعه ونص بالظبط كان الاكل اتحضر. والحمد لله بفضل من ربنا زي ما انتم شايفين كده الجمال عدى الكلام. احلى طاجن بطاطس زي ما انتم شايفين كده. الاكل مولع زي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الاكل بصوا وانا بحب كده ان هي يكون فيها صوص كده ايه حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين كده متحمره وجميله. والبطاطس بتاعتي مهريه كده وجميله. البرام بقى انا قلباه كده بصراحه كنت عايزه اصور لكم يعني من اول ما طلعته من الفرن وكده. بس انا نسيت خالص بحسب الكاميرا بتاعتي بتصور لقيت مفيش مساحه. فبعد ما قلبته كده قلت بقى يعني اوريه لكم برضو. بسم الله شايفين الجمال. شايفين اللحمه بتاعتي نزلت ازاي ما شاء الله. طبعا اللحمه بتاعتي اهي. اتمنى كل حاجه كده تكون واضحه. الرز بتاعي كده زي المهلبيه. عايزه اوريكم كل تفصيله كده في البرام اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بصوا اللحمه بتاعتي عامله ازاي دايبه دوب كده ما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم والله مولعه. بصوا اللحمه بتاعتي عامله ازاي بالمعلقه بجيبها ازاي ما شاء الله. مهريه خالص وما خدتش معايا غير ساعه ونص والله يا جماعه ساعه ونص بس. طبعا الطريقه اللي انا كنت متبله بيها او المحلول اللي انا كنت حاطه فيه البطه بتاعتي. شايفين اللحمه عامله ازاي دايبه والله. بس هي مولعه خالص يعني. بصوا سايبه من بعضها ازاي ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا احنا عندنا بقى الايه القعر ده او الحته اللي بتبقى ناشفه بتاعت البرام. عايزه اقول لكم ده بقى متعه بالنسبه لجوزي. لازم انا اعمل له قعر بسيط كده علشان ياكله. الرز بتاعي مفلفل اهوت زي ما انتم شايفين وجميل كده. هطلع بقى الايه اللحمه بتاعتي كده على الوش اكنها كبسه. هطلعها كلها كده. عايزه اقول لكم البرام كده يعني ايه زبده. يعني زبده ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه كده فاخر من الاخر. اتمنى بقى ما تنسوش بقى ايه تجربوا الفكره وتقولوا رايكم ايه في الكومنتات والحاجات الجميله دي. ما تنسونوش بقى في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه كده من قلبكم. وتكتبوا له في الكومنتات ايه رايكم في الحاجات اللي احنا بنعملها. ده بالنسبه لنا برام دس او في ناس تانية يعني بتسميه برام معمور. بس بالنسبه لنا احنا او في بلدنا احنا مسمينه برام دس. اتمنى بقى يعجبكم الفكره وما تنسونيش بقى في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.